بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وسعادة يا أحلى متابعين. فيديو النهاردة إن شاء الله فيديو مميز جدا جدا. هنعمل مع بعض النهاردة مربى الجزر. بما إن الجزر متوفر بكثرة الأيام دي، يعني احنا في موسم الجزر، وكمان سعره رخيص مش غالي. هنعمل منه احلى مربى جزر، اقتصادية وتكلفتها بسيطة قوي. هنظبط بقى السكر بتاعها، وكمان قوامها هيكون فوق الممتاز، وهقولك بقى ازاي تعمليها كده. يلا بينا نبتدي الطريقة. برتقانتين ونغسلهم غسلة كويسة، وبعد كده ناخدهم في حلة كده ونحطهم على البوتاجاز، نخليهم يغلوا شوية عشان هنعملهم بقشرهم، وياخد المية تاخد المرارة بتاعة القشر. وعندنا 1.5 كيلو جزر، هنغسله غسلة كويسة، وناخده بعد كده نبشره بالمبشرة، نبشره ناعم عشان يستوي معانا بسرعة. وكمان افضل عشان مربى الجزر لازم تكون ما تكونش ناعمة قوي، لازم تكون يعني ايه فيها اثر الجزر كده. هخلص الجزر وارجع لكم تاني. مربى الجزر طبعا فوائدها كتيرة، وخاصة للنظر، وخاصة يعني لكل حاجة، والأطفال بيحبوها، ولو ما بيحبوهاش الأطفال بالطريقة دي هيحبوها جدا جدا جدا، لأنها سهلة وطعمها جميل وسكرها مظبوط. يعني ايه في مش كده. البرتقان بتاعنا استوى، هنطفي عليه. شايفين القشرة بتاعته طريت، فهنطفي عليه ونروح للجزر بتاعنا. الجزر بتاعنا اهو، هنروح نحطه في حلة ونحط له كوباية مية، نحط له 3 كوبايات سكر، لكل نص كيلو كوباية سكر. في ناس بتحط اكتر من كده، بس بيطلع ايه سكره. لو انت عايزة السكر اكتر من كده ممكن تزودي، انما هو افضل حاجة بيبقى السكر مظبوط بتاعه، اللي هي كل نص كيلو عليه كوباية سكر، وبنحط له كوباية مية وناخده على النار، ونعلي النار في الاول لحد ما يغلي معانا، ونجيب البرتقال اللي احنا سلقناه ونقطعه 4 تربع كده، وكل ربع نقطعه 2، وبعدين نحطه في الخلاط نضربه ناعم قوي. جزر بدل ما نحط له عصير برتقان بنحط البرتقانة كاملة بالقشر بتاعها، فجميل جدا وطعمه خطير خطير خطير، بيودينا في حتة تانية. فياريت تجربوه بالطريقة دي. والبرتقان ابو سرة في مية كتيرة وما فيهش بذر اساسا، يعني البرتقان ابو سرة دايما ما بيكونش فيه بذر، فلما بنضربه مفيش مرارة، والقشر بتاعه مفيش مرارة، فبنضربه كده وبعد كده نحطه على الجزر. ولما بنضربه كده بيطلع ناعم جدا جدا، لان احنا سوينا القشرة بتاعته وخليناها ناعمة، فهتدوب معانا وتبقى سلسة. فهنضربها ضرب مبرح لحد ما كل اللي فيها يتلاشى تماما. يا ريت تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس.
عشان يوصل لكم كل جديد. كده ضربناه وهو نزلناه على الجزر ونقلبه في الجزر، وبعد كده نعلي العين ونشوف لحد ما يستوي معانا. في تركاية بسيطة هتخلينا الجزر ده يبقى متماسك وطعمه جميل، وحتى لو خليتيه بره التلاجة ما بيبصش لمدة شهر. وده هينفع معانا في شهر رمضان، ينفع معانا في السحور، ينفع معانا في الفطار، ينفع معانا في حاجة، واحنا خاصة داخلين على شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. فده يعتبر من تحضيرات شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. كل شوية نقلبه عشان ما يلزقش تحت معانا المربى، تلزق معانا في قعر الحلة، لحد ما المية بتاعته كلها تروح ويتغير لون الجزر، يبقى لونه فاتح. بنحط له معلقة عسل جلوكوز، ودي اختياري، بس هي بتدي قوام جميل للمربى. بنحط له معلقتين عسل جلوكوز بيدينا قوام جميل للمربى. وطبعا انا ما بحطلوش اي منكهات، لان انا حاطط البرتقان فيه، يعني لا بحط له قرفه ولا بحط له قرنفل ولا حاجه، بحط له عصير البرتقان لحد ما يستوي معانا. وبعد كده بحط له عصير ليمونتين كبار عشان ما يسكرش معانا، ودي تعتبر ماده حافظه. وكده كل المكونات بتاعه المربى. وكده ابتدى يشرب المية بتاعته، هنسيبه شوية تاني وبعد كده نطفي عليه. لحد ما نلاحظ ان مفيش اي اثر للمية بتاعته. وبعد كده هنجينا بقى عبيناه في برطمانات، والبرطمانات بتكون معقمة، يعني ما فيهاش اي نقطة مية عشان ما يبوش مننا الجزر. وعمل معانا برطمان اخد 1.25 كيلو، وبرطمان خد كيلو، يعني المربى بقت معانا 2.25 كيلو وشوية كده. اهو البرطمان ده 1.25 كيلو وده كيلو، وده شوية كده زيادة عملناهم في علبة عادية للأكل على طول. دلوقتي العيال طلبوهم فهنأكلهم منها على طول عشان يدوقوها ويقولوا لي رأيهم ايه. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك.